من نهار اللي وليت نخدم البيتزا بالعجينه تاع الفريجيدير كاع ما وليت نستغنى عليها، ودارنا كل ما ياكلوها يقولوا لي سبحان الله تحسب كيما تاع برا. ومع اليوم الجمعه والويكاند قلت نقلش روحي بحاجه شابه بنينه ومخدومه في الدار وبمقادير بزاف بسيطه كاع ديروها. كاس حليب دافي مع نص كاس ماء، نخلطهم، نزيد لهم مغرف صغيره خماره الخبز ومغرف كبيره سكر، نخلطوا كلش، نزيدوا 4 مغارف زيت، ونزيدوا معاهم تاني 2 مغارف خل، بخل يعمل كمحسن، مغرف صغيره ملح. خلطوا كاع المقادير ونلموا العجينه بالفرينه. العجينه لازم تكون طريه ما تكونش قاصحه باش لاباط تاع البيتزا من الطيب تجي خفيفه وشابه. قطعت العجينه على 2، درتها في كيس بلاستيكي وندخلها للفريجيدير تريح من ساعه حتى 2 سوايع. لاصوص: حبه بصل، 2 حبات طوماطيس، ملح، حرور، فلفله حمراء، شويه تاع الماء، الزيت، ومغرف طوماطيس تاع القوطي، وشويه تاع السكر الحموضه. خلوها طيب فوق النار، ومن بعد نطحنوها ونخلوها تبرد. وفي وصفاتي دايما حاضر ناظر طوماراطون واللي كاع نعرفوه وبلا ما نحكي على البنه تاعه. ديت من نص العلبه ونغطيها نخليها في الفريجيدير. هنا الفرينه نرش شويه، جبت بابي كويسون من تحتها ونحاول نورق العجينه رقيقه على قد ما نجم. ندير دوك هكا الاطراف، نحط فوقها لاصوص. وشوفوا انا كل ما نروح بيتزيريا نبغي ناكل بيتزا دائما ندي تاع الطون، حتى دارنا كل ما من داك ولفتهم طوماراطون كل خاطر يقولوا لي بيتزا باش غادي ديرها لنا بالطون ياك كاع ولا تعجبهم. الجهه درتها بالطون وجهه درتها بالدجاج كيما اللي تنباع برا. من الفوقه كان عندي غير الشيدار درته، وكان عندي شويه كامامبير وفرomاج ساندويتش. نتوما فراميج ديروا كيما تبغون، ما كاش عندي بزاف. دخلتها طيب على اعلى درجه من تحت، ومن بعد شعلوا ليها من الفوق تحمر، تحصلوا على اجمل بيتزا تركيه غادي تخدموها في الدار. خلوا لي كومنتات تاعكم، ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه.